الطريقة الوحيدة اللي يقدر يوصل بيها لحبيبته انه يعوم 20 ميل، ولكنه مش بيستسلم. بيشوفها في النادي ومن ساعتها مش بتقدر تخرج من دماغه، ولانه شاب مجنون بيقرر انه يوصل لقلبها بكل الطرق الممكنة. بيبدأ فيلمنا مع الطالب جوتام اللي بيكون في كليته في الهند وقاعد في المحاضرة بتاعته، وفي الوقت ده بيتعرف على زميلته إيرا، واللي في الأول خالص بيحصل بينهم خلاف، ولكنهم بيكتشفوا هما الاتنين انهم اعجبوا ببعض، وعلشان كده بيرجعوا على الهند وبيكملوا هما الاتنين قصة حبهم في مكان نشأتهم. وبعدها بيقرروا هما الاتنين انهم يعملوا فرحهم في اسرع وقت ممكن. وفعلا يوم الفرح بيجي وبيكون واضح السعادة عليهم هما الاتنين، وساعتها بنشوف الشاب جانج وبيكون معاه مجموعة من أصدقائه واللي بيكونوا من ضمن المعازيم. وفي الوقت ده بيقوم غوتام وهو عايش اللحظة جدا وبيمسك المايك وبيتكلم عن إيرا حبيبته وخاتم جدته، واللي بيقول إنه كان فاكر إنها لما قالت له إنه هيكون السبب إنه يلاقي شريكة حياته مجرد خرافات، ولكنه دلوقتي بس اتأكد إنها كانت على حق. وبيكون جانج واقف سامع كل كلمة غوتام قالها، وواضح انه بيكون متأثر بالخطاب اللي قاله جدا. وبعد ما بيخلص خطابه ايد جانج بتورم من كتر ما بيسقف، وبعدها بيروح علشان يبارك ليهم هما الاتنين، وبيظهر اعجابه الشديد بالخطاب اللي جوتام قاله، وبيقول له انه لمسه جدا وبيسلم عليهم وبيمشي. وهنا جوتام بيقول لإيرا ان لطيف جدا الشاب ده، وبيسألها ليه معرفتوش عليه، بس هنا إيرا بتستغرب وبتقول له انها افتكرت انه من طرفه هو لان هي كمان ما تعرفهوش. فهنا بيتعصب جوتام وبيقوم علشان يشوف حكاية اللي جم ومحدش يعرفهم دول. ولما بيروح لجانج وبيسأله مين دعاه، بيرد عليه جانج بمنتهى البرود ان هو اللي دعا نفسه علشان يحضر الفرح، وده لانه بيحب الفرحة والانبساط جدا، وكان غرضه هو واصحابه انهم يشربوا ويبقوا سعداء. فبيتعصب جوتام اكتر من بجاحته وبيطلب الامن علشان يجي ويطلعه بره. وحتى وجانج مطرود من الفرح الا انه لسه بيكون مبسوط، وبيقول لاصحابه ان الحب طلع حاجه حلوه جدا، والغريبه انه محبش لحد دلوقتي ولا مره، ولكنه خلاص من النهارده قرر انه يلاقي الانسانه اللي هيكمل معاها بقيه حياته. وبعد ما بتعدي 3 سنين بنشوف جانج وهو مع مجموعه من الناس اللي بيكونوا في طريقهم للسفر للندن بطريقه غير شرعيه، وساعتها اللي بيكون مشرف عليهم بيطلب منهم حرق اي حاجه بتثبت هويتهم، وساعتها كله بيحرق صور وغيره. ولكن جانج بيسيب كارت دعوة مش بنكون عارفين ايه قصته. وبيوصل الفريق لفرنسا وبيكون في طريقهم لانجلترا، وفي العربية بيتعرف جانج على شاب صغير اسمه ران، وبيسأله جانج عن سبب سفره في السن الصغير ده. فبيقول له ران ان ابن عمه في لندن وهو رايح له، وبيقول له ان ابن عمه سافر على لندن عن طريق انه مسك في عجلة الطيارة لحد ما الطيارة وصلت. ولما بيستغرب جانج من كلامه لان مكان العجل بتكون درجة حرارته باردة جدا، ولكن ران بيقول له ان الحظ حالفه فعلا وقدر انه يوصل سليم، ودلوقتي هو شغال هناك. فبيضحك جانج وبيقول له انه هيروح يجيب حبيبته ويجيله في المطعم اللي شغال فيه. وبعد شوية بيوقف السواق العربية وبيديلهم اكياس بلاستيك يلبسوها، لان على بعد خطوات في لجنة بتفتش بجهاز بيكشف النفس، وعلشان كده لازم نفسهم ما يطلعش. وفعلا المجموعة بتلبس الاكياس وبيدخلوا على اللجنة اللي بتفتش، وبتلاقي ان كله تمام وخلاص كانوا على وش انهم يعدوا، الا ان ران بيبقى هيتخنق فبيشيل الكيس وبيعمل صوت، وبتقدر الشرطة انهم يقبضوا عليهم وبياخدوهم على مكان المهاجرين بطريقة غير قانونية. وهناك بيكون في من كل البلدان اللي حوالين العالم، وبيكون تبع كل بلد ضابط خارجية بيجي علشان يستلم الناس الهربانة من بلده. والمفاجأة ان جوتام بيكون هو الضابط اللي جاي يستلم الهاربين الهنديين، وبنشوفه لما بيدخل وبيتفاجئ بجانج بيه وبيقوم ويفضل يزعق، وبيقول له انه لسه لحد دلوقتي فاكر خطاب يوم فرحه وبيقوله كله. وساعتها جوتام بيفتكره فعلا وبياخده علشان يتكلم معاه على انفراد، وساعتها بيهزقه وبيقول له ان اي فلوس بيجيبها بطريقه غير قانونيه بلده بتكون بريئه منها. بس الغريبه بقى ان جانج بيقول له انه اصلا بيشتغل في الهند وبيكسب فلوس كويسه جدا. وساعتها بيستغرب جوتام اكتر وبيسال جانج طالما كده ايه اللي اجبره انه يسافر. هنا بيقول له جانج ان القصه كلها بدات من يوم القائه للخطاب بتاعه، وبيقول له انه هياخده معاه اللي حصل من ساعتها. وفعلا بنرجع بالزمن وبنعرف ان جانج كان في نادي رياضي بيشمل كل الالعاب الرياضيه، وفي يوم بيكون جانج واقف بيلعب لحد ما بيجيله صديقه وبيقول له انه شاف عند قسم السباحه بنات كتير جدا وحلوه قوي. وساعتها بيروح جانج واصحابه لحمام السباحه وبيفضلوا يتفرجوا على البنات هناك وهي بتعوم.
وساعتها عين جانج بتيجي على البنت اللي بتقدر تخطفه من اول نظرة، وهي كرتيكا. ولما بيشوف انها ماشية ناحيتهم بيطلب من صاحبه انه يصوره في نفس الاتجاه، وساعتها هي بتطلع معاه في الصورة وبتيجي وبتفضل تزعق وهي متعصبة، وبتطلب منه انه يمسح الصورة دلوقتي حالا. ولكن طبعا جانج بيرفض. ولما بتيجي صاحبتها وبتهددهم ان ابو كرتيكا مستشار وهيعمل لهم مشاكل، بيزود جانج في العند وبيقول لها انه بيحب التحدي جدا، وبيقول لها انه هينشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وساعتها بتمشي وهي متعصبة جدا، وفعلا جانج بيعمل اللي في دماغه وبينزل الصورة، وساعتها الدنيا بتتقلب. ومن تاني يوم بيبدأ الكلام على كرتيكا، وبتروح تصور الشباب في الحمام وهم من غير هدوم، وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه بيستحمى، ولكنه بيبقى غير الباقي، وبيبص لها بمنتهى الثقة ومش بيكون همه، وده بيعصبها اكتر وبتمشي. وبعدها بنشوف المدرب مش عاجبه المستوى اللي بتقدمه نهائي، ولما بتنزل حمام السباحة بيكون جانج عندها ومش عايز يمشي، فبتقول له بقى بما انه مش هيمشي يطلع الساعة ويظبط ليها وقت، وفعلا بيعمل كده وبتخرج علشان تشوف الوقت بتاعها معاه. وساعتها بيقول لها ان ادائها سيء وبيوصفها بالسمينة وبتجري، فبتتجنن كرتيكا وبتروح له، وساعتها بيعرفها ان نظامها بالكامل غلط، وبيبدأ انه يكون معاها على طول لحد ما بترميه في حمام السباحة. وهنا بيفضل يطلب المساعدة وبيقول لها انه ما بيعرفش يعوم، فبتخرجه كرتيكا. ومن بعدها ومع متابعة جانج ليها مستواها فعلا بيتطور، وبتبدأ هي كمان تعلمه السباحة، وبيفضلوا يقضوا معظم الوقت مع بعض، وبيقربوا من بعض جدا لحد ما بيجي وقت المسابقة بتاعت كرتيكا، وبيكون جانج مع الجمهور وبيكون اكترهم حماس، وبيفضل ينادي باسمها في وجود ابوها وامها اللي بيلاحظوا اللي جانج بيعمله. وفعلا بتقدر كرتيكا انها تفوز بالمسابقة، وبيكون جانج سعيد جدا، وبتروح لابوها اللي بيهنيها في فوزها، وبيدخل عليهم جانج هو كمان. وساعتها بتقول له كرتيكا انه يبقى زميلها في النادي، فبتصدم ام كرتيكا جانج لما بتقول له انه يجي حفلة كرتيكا، فبيضحك جانج وبيسألها اذا كان عيد ميلادها قرب، ولكنها بترد عليه بان ده فرحها وبتديله دعوة كمان. وهنا بيبص جانج لكرتيكا وهو مصدوم جدا، وبيسيبوه وبيمشوا. ولما بيروح جانج ليها علشان يواجهها بتقول له كرتيكا انها متأسفة، ولكنها ما حسيتش بنفس الحب اللي هو حبه ليها، ولكنه بيقول لها انها بتكذب لان حبها ليه واضح في عينها، ولكنها بتنكر ده. فبيتعصب جانج وبيسيبها وبيمشي، ولكن بيكون واضح عليها فعلا ان هي كمان حبته. وبالليل بتكون في حفلة هما الاتنين فيها، ولما كرتيكا بتشوفه بيمسك المايك بتقول انه اكيد هيغني اغنية حزينة علشان اللي حصل، ولكنها بتتفاجئ بيه بيغني اغنية كلها رقص. ولما بيخلص بيتكلموا مع بعض، وبيقول لها انه حتى لو حزين على اللي حصل لكنه مش بيحب يفضل عايش في حالة الحزن، وبيطلب منها ترفض العريس وتلغي الفرح. ولكن كرتيكا بيكون عندها وجهة نظر، وبتقول له انهم قضوا وقت سعيد جدا مع بعض. في الوقت ده بمجرد ما هيتجوزوا هينتهي، لان هيكون في خلفة ورعاية، وهي هتزداد في الوزن وشكلها مش هيعجبه، فليه يعملوا في نفسهم كده؟ وهنا بيقول لها جانج ان كل الكلام ده غلط، ولو وافقت تلغي الفرح هيثبت لها ان كل كلامها ده مش حقيقي. ومع اصرار جانج بتقول له كرتيكا انه لو جالها الفرح في لندن بتوعده انها هتسيب العريس وهتروح تحضنه قدام كل الحضور. بنرجع للوقت الحاضر، وبيعرف جانج جوتان انه اتنصب عليه ان الشخص اللي كان المفروض يخلص له الورق، وبيعرفه جانج انه مستعد يعمل اكتر من كده علشان يحافظ على حبه بعد ما سمع خطابه. وساعتها بيصدمه جوتان بان قصة الحب العظيمة اللي جانج كان فاكر انه عايش فيها بقت تعيسة بعد الجواز مباشرة، لانه بقى في مشاكل مستمرة مع ايرا طول الوقت، وعلشان كده هما منفصلين عن بعض في الوقت الحالي. وبعدها بيكلم جوتان المطار علشان يحضر الطيارة اللي طالعة على الهند علشان يرجع جانج. ولكن تاني يوم لما بيدخل عليه بيلاقي جانج بيهرب من المكان باستخدام الحبل، ولكن جوتان بيقدر يلاقيه وبيتصل بالمطار مرة تانية. ولكن المرة دي المسؤول هناك بيقوله ان اخر طيارة رايحة الهند اتحركت، وانه لازم يستنى يومين على الطيارة الجاية، فبيكملوا مشي. وساعتها بيشوف جانج بحر وبيترجى جوتام علشان ينزله يتفرج عليه. وهنا بيقول له جوتام ان اللي بعد البحر ده انجلترا، فبتلمع عين جانج وبيقول له انه لو وصل هناك هيبقى حلمه اتحقق، بالذات ان المسافة مش بعيدة. فبيستغرب جوتام وبيقول له ان المسافة 20 ميل. ولما بيضحك جانج وبيقول له انه يقدر يعديه بيستهزأ بيه جوتام، وبيقول له يوريه علشان يموت ويخلص منه. وبيمشوا وبيروح جانج يشتري فستان لكرتيكا علشان يديهولها لما يوصل لها. وتاني يوم بيحضر جوتام الفطار، وساعتها بيتكلم جانج معاه عن مراته ايرا، وبيقول له انه متأكد انها وحشته، ولكن كبرياءه مش سامح له انه يكلمها.
وعلشان كده بيخطف جانج التليفون منه وبيتصل عليها بعد طول المدة دي، وبتكون إيرا نفسها مش مصدقة، وبيتفقوا هما الاتنين انهم يتقابلوا. ولكن المقابلة بتكون مأساوية للأسف، لأنهم بيقولوا انهم فهموا بعض متأخر، وعلشان كده لازم يتطلقوا. فبيمشي جوتام متعصب ومعاه جانج اللي بيقف قدام بدلة سباحة، وساعتها بياخدوا جوتام لحمام السباحة وبيطلب منه يوريله قدراته. ولما بيلاقيه تعب بعد ربع ساعة بيفضل يزعقله وبيقول له ينسى موضوع البحر ده خالص. ولما بيروح بينام وبعدها بيصحى وبيلاقي إيرا قدامه، ولما بيسألها عن سبب انها هنا بتقول له انه بعت لها رسالة الفجر. فبيعرف جوتام ان جانج اللي بعت لها، فبيقوم يدور عليه، بس الغريبة انه مش بيلاقيه، وبيكون جانج سايب له رسالة بيقول له فيها انه لازم يحاول المحاولة الأخيرة علشان حبيبته. وفعلا بنشوف جانج هو رايح للبحر، ولما بيتصل بكرتيكا بيكون تليفونها مقفول، ولكنه بيسجل لها رسالة بيقول فيها هو هيعمل ايه علشانها. بس لما بتسمعها كرتيكا بتقلق جدا وبتتصل برقم جوتام وبتسأله هو فين جانج، لأنه ساب لها رسالة ليها علاقة بالمية وهي مش فاهمة حاجة. وساعتها بيعرف جوتام جانج فين بالظبط، وبيكون جانج في نص البحر وتعب جدا، ومع الوقت بيفقد القدرة على الحركة وكان على وشك انه يغرق. ولكن بتيجي مركب انقاذ وبتلحقه في اخر لحظة، وبيفوق جانج في البيت وهو حزين جدا. ولكن بيلاقي اتصال من كرتيكا بتقوله ان عمرها ما كانت هتسامح نفسها لو كان حصل له حاجة، وبتعترف له بحبها ليه لأول مرة. وعلشان كده بيفرح جانج فرحة عمره ما عرفها في حياته، وبيطلب منها تستناه لانه هيجي مهما يحصل. ومع الوقت ده بيقرر جوتام يساعده، وبيحط صورة في ملف شخص من المفقودين. والناحية التانية بتقرر كرتيكا تعترف لأبوها وبتقوله إنها مش هتتجوز إلا جانج. وساعتها أبوها بيتعصب جدا وبياخدها يحبسها في أوضة، وبيقول جانج لران إنه ينسى بقى قصة سفره لندن دي، وبيطلب منه يرجع للهند، وهو هيروح لندن يجيب حبيبته ويرجع يشغلوه معاه. وتاني يوم بيكون رايح هو وجوتام على المطار. في الوقت ده بنشوف جوتام بيأكد على جانج إن الخطة تمشي زي ما قالوا بالظبط، وفعلا بيوصلوا المطار وكل حاجة بتكون ماشية كويس جدا. ولكننا بنتفاجئ بران بيسلم جانج وبيقول انه يعرف معلومات مش هيقولها غير لما يسيبوه يمشي. وساعتها الشرطة بتروح على المطار وبيشوف جانج الشرطة وهو راكب الاتوبيس وفي طريقه للطيارة. الغريبة بقى بعدها ان جانج مش بيكون موجود، وبنتفاجئ لما بنلاقيه راكب جنب عجلة الطيارة زي ما ابن عم ران عمل. وبتكون في الاساس هي دي خطتهم اللي اتفقوا عليها في الاول. وكل ما الطيارة بتعلى درجة الحرارة بتقل، وبنشوف ران قال له انه لو اغمى عليه مفيش مشكلة لانه مش هيحس بالبرودة، بس المهم انه يصحى قبل ما باب عجل الطيارة يفتح والا هيقع من على الطيارة. بس كل حاجة بتعدي كويس جدا وبيغمى على جانج، ولكن بيفوق لما بيلاقي الطيارة هبطت، وبيجري بأقصى سرعة لأقرب تاكسي وبيديله كارت الدعوة. في الوقت ده بتكون كرتيكا خلاص بتتجوز، ولكن قبل اي حاجة بيقدر جانج انه يوصلها فعلا، وساعتها بتنفذ وعدها ليه وبتجري تحضنه قدام كل الحضور. بس للأسف بنتصدم ان كل ده كان حلم وجانج بيكون مغمى عليه. ولما بنسمع المضيفة بتقول برجاء ربط الأحزمة بيخاف جوتام ان جانج ما يصحاش، وفعلا مش بيصحى جانج، وللأسف بيقع من على الطيارة وبينزل جوتام وهو مصدوم جدا. ولكنه بيقرر انه يروح لكرتيكا يديها الفستان اللي جابه ليها، ولما بتسأله عنه بيقول لها الحقيقة وهو منهار وبيسيبها وبيمشي. وساعتها كرتيكا بتدخل في حالة اكتئاب كبيرة جدا، وبتمر السنين وفي كل ذكرى سنوية لجانج بيقول خطاب في حق الشخص الجدع ده. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. سلام.